حبايبي أبطال أولى إعدادي، أخباركم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض يونت 10. هنتكلم عن الكلمات بشكل مفصل، وهنتكلم عن الجرامر، وهنشرح الفيوتشر سيمبل، المستقبل البسيط. والوحدة عندنا بتتكلم عن helping others، مساعدة الآخرين. أول حاجة معايا بنتكلم عنها في lesson 1 و 2 في الدرس الأول والثاني. الدرس الأول بيتكلم عن kindness stories، اللي هي قصص العطف والطيبة. النقطة رقم 2 volunteer interviews، اللي هي مقابلات مع المتطوعين. أول حاجة في الكلمات كلمة attention بمعنى اهتمام، يهتم attend او ينتبه. كلمة attention اهتمام، ولو حطينا قبلها كلمة pay هتبقى فعل بمعنى ينتبه، pay attention، الاهتمام attention. عندي العطف او اللطف او الطيبة بنسميه الكايند الكايندنس، ذو معنى كلمة يعني او يقصد. مين المعنى meaning، عايز احولها لصفة تبقى meaningful، ذو معنى. عندي meaningful ذو معنى. عندي volunteer ده فعل بمعنى يتطوع او المتطوع نفسه. عندي كلمة flyers المنشورات او المطويات او النشرات الإعلانية، اسمها فلايرز، الورق اللي بيتوزع في إعلانات ده اسمه الفلاير. عند الجار نيبر، لو ضفت لها كلمة هود تبقى نيبر هود اللي هو الحي. كايند طيب أو لطيف. كلمة وورم دافئ، عايز أحولها لأدفيرب بتبقى وورملي بدفء. عندي لسه بنقول نيبور جار، ضفت لها كلمة هود بقت نيبور هود بمعنى الحي او المنطقة السكنية. فالنتير يتطوع، فالنتيرنج دي اللي هو التطوع نفسه. عندنا في كلمة تانية اسمها فالنتير ورك اللي هو العمل التطوعي. نيجي للتعريفات تلاقي كلمة فلايرز اللي هي المنشورات او المطويات او النشرات الإعلانية. بيقول سمول بيسز اوف بيبر، قطع من الورق، with information بها معلومات and announcements واعلانات that are given to many people، بيتم اعطائها في الشارع للعديد من الناس. حلو. meaningful ذو معنى، يعني ايه يا عم كلمه ذو معنى؟ having a special or important purpose، دي حاجه ليها غرض هام ومميز. full of value او مليئه بالقيمه. النقطه اللي بعدها الحي بتاعنا النيبرهود، the area or the place، المكان او المنطقه where people live near each other، المكان اللي بيعيش فيه الناس جنب بعضهم البعض او بالقرب من بعضهم البعض، يبقى ده اسمه الحي. كلمه warm دافئ in a kind and friendly way، بطريقه ودوده وطيبه، بلطف او او بحراره او بشكل لطيف. حلو. كلمة actions أفعال، action بمعنى أحداث أو أو أفعال. عندي believe يؤمن أو أو يصدق. جميل. تاخد دايما حرف الجر in، believe in. عندي care يهتم لأجل شخص، يبقى care for. يجمع collect، في كلمة تانية اسمها gather بمعنى يجمع. في كلمة تانية اسمها raise R-A-I-S-E. النقطة اللي بعدها كلمة deep عميق، عايز أحولها لأدفيرب بظرف تبقى بعمق deeply. elder كبير السن، يبقى elderly كبار، elder أكبر، elderly كبار السن. far away بعيد، بتساوي كلمة remote بمعنى بمعنى بعيد. knock بمعنى يترك الباب أو يقرع الباب. natural طبيعي. الوالدين parents. عندي كلمة يقدر أو يسمن اسمها appreciate. كلمة تانية اسمها estimate بمعنى يقدر أو يسمن. كلمة تانية اسمها value بمعنى يقدر أو يسمن. القفص نقول اسمه cage، قفص للحيوانات. ماشي. cage عندي مختار أو محدد. chosen عندي راحة. comfort فرق أو اختلاف، مختلف different لاختلاف difference. excited متحمس. يحسن أو يطور improve. وحيد أو منعزل lonely. يلاحظ أو اسمها notice. التلوث pollution، يلوث pollute الاسم منها pollution. السلة سلة فاكهة أو سلة خبز اسمها basket بطاقة. card زميل الفصل اسمه classmate. community مجتمع صغير. community مجتمع كبير اسمه society. discuss يناقش، المناقشة اسمها discussion. يشرح أو يفسر اسمها explain. مقابلة شخصية أو يجري مقابلة، فعل واسم في نفس الوقت. interview أو interview. الفلوس money، وقلنا الفلوس ما بتتعدش بتتجزأ. paint يدهن. proudly بفخر. proud فخور، حولها لظرف ضيف لها ly. يثبت أو يبرهن prove. يقلل أو يخفض اسمها reduce. عندي كلمة shelter مأوى. قمامة trash. عندي purpose هدف أو غرض. ماشي. يذكر remind، دي لازم يجي وراها
يجي وراها مفعول، ودايما بناخد حرف الجر اوف. حلو. يا اما يتذكر من تلقاء نفسه remember. smile ابتسامة. visit يزور أو زيارة. يدرك realize يدرك يعني يفهم أو يلاحظ. تمثال اسمه statue عمل الجماعي اسمه team work. whole بمعنى كامل أو إيه أو كل أو إجمالي. عندي أنها القمامة لسه قايلين عليها trash أو بنقول عليها الإيه اللي هي الرابش أو إيه اللتر LITTER قمامة. announcement إعلان. جميل. عندي board games ألعاب لوحية أو ألعاب الطاولة زي الدومينو. عندي confidence اسم confident واثق الاسم منها confidence. rewarding مجزي. عندي bench ده بنسميه الايه المقعد مقعد ثابت. عندنا كلمة seat برضك بمعنى مقعد ماشي بس مش ثابت او ديسك. عندي greet يحيي او يلقي التحية. invite يدعو. كلمة touched متأثر ايه عاطفيا. نجي الأفعال think صوت think صوت give given mean meant spend. نخش على السينونيم والانتونيم. عندي appreciate يعني يا عم يقدر appreciate لسه قايل لك ايه value برضك نفس المعنى بمعنى يقدر. تيجي تقول لي respect تقول لي بمعنى ايه يحترم. حلو قوي. عندي ignore يتجاهل. neglect ايه يهمل. attention بمعنى اهتمام او انتباه. focus و concentration الاثنين بمعنى ايه الاثنين بمعنى تركيز. حلو قوي. distraction تشتت. carelessness اسمها اهمال. عندي flyers منشورات. leaflet برضك بمعنى منشورات هي وبروشورز او لافتات اعلانيه. جميل. عندي kind طيب او لطيف. friendly ودود. caring مهتم او مراعي. cruel قاسي. unkind غير لطيف. kindness العطف والطيبة. generosity اسمه الكرم. عندي هي compassion باسمه الايه التعاطف. cruelty القسوة. harshness اسمها الصرامة أو الإيه أو القسوة. meaningful ذو معنى. significant بنقول عليه هام أو بارز أو ملحوظ. valuable قيم. important إيه هام. meaningless بلا معنى. trifle تافه. neighborhood الحي أو منطقة سكنية. community مجتمع. منطقة area منطقة. عندي كلمة rewarding مجزي. satisfying بنقول عليها ايه لسه قايلينها مرضي. beneficial بمعنى مفيد. كلمة disappointing محبط. useless إيه غير مفيد أو إيه أو عديم الفائدة. نكمل volunteer يتطوع. offer فعل بمعنى يعرض. كلمة contribute ده فعل بمعنى يساهم. contribute help يساعد أو اللي كاسم بمعنى الإيه المساعدة. refuse يرفض. avoid يتجنب. warmly بحرارة. kindly بلطف. عندي coldly ببرود. harshly بقسوة. attend ينتبه. attention الانتباه. fly أو فلايرز اسمها هي فلاي هنا في يطوي أو المطوي أو المنشور. فلايرز المنشورات. kind عايز أحولها الاسم kindness. volunteer يتطوع. volunteering. meaning أحولها للصفة meaningful. rewarding word أقولها لي يلا الظرف warmly. هذا المتلازمات اللفظية. think carefully يفكر بخصوص. about حلو أوي. someone in need كلمة محتاج in need في حاجة إلى الإيه إلى الشيء. need إيه بمعنى الحاجة. read to بمعنى يقرأ لي يقرأ رواية أو إيه أو قصة. organize books ينظم الكتب. live far away يعيش في مكان بعيد. be deeply touched متأثر بشدة. collect trash يلم القمامة يجمع القمامة. feel happy with يشعر بالسعادة تجاه أو نحو. في كلمة بمعنى اتجاه اسمها إيه towards بمعنى تجاه أو إيه أو نحو. for a long time لمدة أطول. around the neighborhood حوالين الحي جولة في الحي. do something meaningful أعمل حاجة ليها إيه ليها معنى. teach responsibility and teamwork يتعلم المسؤولية والعمل الإيه العمل الجماعي. spend spend هي بمعنى يقدر بيجي وراها فعل مضاف له ing. إما لو خدنا الفعل take بمعنى يستغرق بيجي وراها فترة زمنية اللي هو وقت. بعد كده تو الفعل فين؟ تو الفعل في المصدر. يعني دي وراها فعل مضاف له ing. reduce pollution يقلل التلوث. play board games يلعب ألعاب لوحية. make a big difference يحدث فارق كبير. knock on doors يخبط على الأبواب. bring comfort يجلب الراحة.
create colorful flyers يعمل نشرات إعلانية ملونة. feel lonely يشعر بالوحدة. give attention and care يعطي اهتمام وإيه ورعاية. جميل. greet the elderly warmly يحيي إيه يرحب بكبار السن بحرارة. 14-year-old student طالب عنده كام سنة؟ 14. فكلمة year دي هنا عبارة عن إيه؟ عن صفة عشان وجود الإيه؟ الهايفن. جميل. نكمل. عندي ملحوظات. فلاير قلنا منشور اعلاني او ورقه اعلانيه بتتوزع في اماكن كتير. يقول لك شي distributed flyers وهي وزعت نشرات اعلانيه around the neighborhood حوالين الايه الحي. لو بنقول كلمه فلاير FLYER او تقلب الواي الى اي وتضيف لها ER هي الاشهر فين في الايه في مجال الاعلانات. عندي كلمه فلاير FLIER تجيب معنى طائر او حشره تطير او الذبابه. عندي كلمة فلاي بنقول عليها الايه الناموسة. عندي فالنتير يتطوع واسم بردك بمعنى الايه المتطوع يعني عبارة عن فعل واسم في نفس الوقت. 3 young volunteers ده فعل. لينا volunteers ده كده ايه ده بردك ايه ده الاولانيه اسم 3 young volunteers ده كده اسم المتطوعين 3 متطوعين. الثانيه لينا volunteer لينا هي اللي بتتطوع. volunteering العمل التطوعي يبقى ده ايه الاسم نفسه helps زي the community بتساعد المجتمع. voluntary work ده اسمه العمل الايه العمل التطوعي ده صفة. الصفة تأتي قبل الاسم وبعد verb to be. يقول لي did the elderly feel happy with the visits هل كبار السن بينبسطوا من الايه من الزيارات؟ حلو. النص بيقول لي last year السنة اللي فاتت أمل a 14-year-old student طالبة عندها 14 سنة wanted to do something meaningful عايزة تعمل حاجة ليها معنى ماشي in her community في المجتمع بتاعها. عملت noticed لاحظت ان الالدرلي كبار السن اللي موجود elderly neighbor جارها كبير السن often felt lonely بيحس بالوحدة because their families لان عائلاتهم lived far away بتعيش بعيد. أمل thought carefully فكرت بعناية about how she could help ازاي تقدر تساعدهم. she discussed her idea ناقشت الفكرة بتاعتها with her parents مع والديها and friends وأصدقائها and together they planned وكلهم مع بعض خططوا لحاجة اسمها ال visiting day اللي هو يوم زيارة. عندي أمل created colorful flyers عملت نشرات إعلانية ملونة shared them around the neighborhood شاركتهم في الحي. inviting people بتدعو الناس to join ان هم ينضموا لليوم ده. on the chosen day في اليوم المختار she and her classmates هي وزملائها brought flowers جابوا ورود small handmade cards وبطاقات مصنوعة منزليا and fruit baskets وسلال الفاكهة. they knocked on doors خبطوا على الابواب. greeted the elderly warmly حيوا الناس بحرارة كبار السن بحرارة and spend time chatting وقضوا وقت معاهم بيدردشوا listening to stories وبيستمعوا القصص and even playing board games حتى كانوا بيلعبوا ألعاب لوحية. the neighbors were deeply touched كانوا متأثرين بشدة. some said it was happiest day البعض قال إنه أسعد يوم في حياتهم. they had experienced جربوه for a long time مدة طويلة. أمل realized that أدركت kindness doesn't always means مش بالضرورة giving money or gifts إنك تدي حد فلوس أو أو هدايا. sometimes it simply means ممكن يبقى معناه giving time إن تدي الناس الوقت. attention رعاية أو اهتمام. care عناية. her story reminds us بتذكر الآخرين that even small effort إن جهد بسيط can make big difference يحدث فارق كبير and bring comfort and happiness to others ويجلب الراحة والسعادة للآخرين. جميل. الفقرة اللي بعدها نص استماع بيتكلم عن 3 volunteer interviews 3 مقابلات متطوعين. last week الأسبوع اللي فات 3 young volunteers 3 من المتطوعين shared their experiences شاركوا تجاربهم. منى 15 منى عندها 15 سنة helped at the local library راحت تساعد في في المكتبة المحلية بتاعت الحي بتاعها. قالت I organize books أنظم الكتب read stories بقرأ القصص للأطفال to children. she said قالت it makes me happy ده بيخليها مبسوطة. فاحنا كنا بنقول إن الفعل make كان بيجي وراه مفعول وحاجة من الاتنين يجي وراه يا مفعول وصفة يا مفعول وفعل فين
في المصدر. when they listen with big smiles كانوا بيستمعوا والابتسامات على وجوههم. عمر 16 عمر عنده 16 سنة. spend weekends cleaning the park بيقضي الأجازات في تنظيف الحديقة. we collect trash بنجمع الكمامة. plant flowers ونزرع الورود. and paint benches وندهن المقاعد. the park looks beautiful تبدو جميلة. and families enjoy it more والعائلات بتستمتع بيها. he explained proudly شرح بكل فخر. لينا 14 لينا عندها 14 سنة. volunteers at an animal shelter بتتطوع في مأوى الحيوانات. I feed the dogs بأكل الكلاب. walk them بمشيهم and help them their cages clean وبساعد في الحفاظ على أقفاصهم نظيفة. they get excited بيتحمسوا when they see us لما بيشوفونا. يقول لك each volunteer كل متطوع agreed that موافق helping others على مساعدة الآخرين whether people سواء الناس places الأماكن or animals أو الحيوانات is rewarding دي إيه مجزي. they believe بيؤمنوا. volunteering teaches responsibilities التطوع بيعلمنا المسؤولية and teamwork والعمل الجماعي. and it also builds confidence بيبني الثقة. serious stories قصص الثلاثة prove the small action أثبتت إن الأفعال البسيطة can improve whole community تحسن المجتمع ككل. طبعا درسوا معايا أول نقطة بيقول لي small pieces of paper قطع من الورق with information or announcements بها معلومات أو إعلانات that are given to many people بيتم إعطائها للعديد من الناس are called بنسميها cards بطاقات baskets سلال flyers نشرات إعلانية ولا board games ألعاب لوحية. فبنقول إيه اللي هي الفلايرز. كلمة flyers بمعنى اللي هي النشرات النشرات الإعلانية flyers. نقطة رقم 2 means having special or important purpose لها غرض هام أو مميز full of value مليء بالقيمة. يبقى lonely meaningful lonely وحيد meaningful ذو معنى natural طبيعي whole كلي أو إجمالي. فنقول عليه إنه meaningful ذو معنى. نقطة رقم 3 بيقول لي is the area هي منطقة or place أو مكان where people live near each other الناس بتعيش جنب بعضها البعض. تبقى neighborhood الحي shelter مأوى park حديقة neighbor الجار. يبقى المكان نفسه اسمه neighborhood. كلمة neighbor الجار إما neighborhood اللي هو الحي. نقطة رقم 4 is a kind and friendly way طريقة ودودة وطيبة. مين معناها؟ يبقى أنا بعامل الناس proudly بفخر deeply بعمق far away بعيد warmly بكل دفء وحرارة. جميل. النقطة اللي بعدها رقم 5 she gave her full نقط to the elderly woman ست العجوزة to help them عشان تساعدهم. يبقى she gave her full اديتها flyers نشرات إعلانية ولا attention اهتمام ورعاية announcement إعلانات interviews مقابلات شخصية. يبقى she gave her full attention بمعنى اهتمام ورعاية كاملة. نقطة رقم 6 بيقول لي my نقط helped me carry the basket ساعدني ان انا اشيل السلة. مين اللي هيساعدني؟ volunteering اللي هو التطوع kindness العطف والطيبة neighbor الجار flyer اكيد النيبور اللي هو جاري ساعدني ان انا اشيل الشيء. نقطة رقم 7 people read هنا ماضي the نقط to know about the visit عشان يعرفوا عن الزيارة. يبقى read the visits زيارات actions الأفعال flyers النشرات الإعلانية rewards المكافآت. يبقى قرأوا الفلايرز اللي هي النشرات الإعلانية. نقطة رقم 8 everyone in the نقط joined the activity انضم للنشاط. everyone in the يبقى كل شخص فين؟ يبقى بنقول في الحي. قلنا neighborhood إن confidence بمعنى الثقة pollution التلوث purpose غرض. النقطة رقم 9 بيقول لي النقط action can help others يساعد الآخرين. يبقى نقول فعل ماله strange غريب choose المختار kind type proud فخور. نقطة رقم 10 عمر is a park who works to help the environment يعمل لكي يساعد البيئة. فبنقول عليه متطوع. يبقى volunteer neighbor جار classmate زميل دراسة parent بنقول عليه أب. جميل. النقطة اللي بعدها بيقول لي نقطة رقم 11 helping others مساعدة الآخرين is an example of نوع من أنواع الكايندنس العطف والطيبة
interview مقابلة، action فعل أو حدث، reward مكافأة، نوع من ال kindness العطف والطيب. نقطة رقم 12 she believes helps the community هي بتؤمن إيه اللي بيساعد البيئة. يبقى neighborhood الحي، tension اهتمام ورعاية، volunteering التطوع، confidence الثقة، يبقى volunteering اللي هو التطوع. رقم 13 she wants to do something عايزة تعمل شيء that is full of values مليء بالإيه؟ بالقيم. يبقى عايزة تعمل شيء له معنى فبنقول meaningful ذو معنى. natural طبيعي، whole بمعنى كل، lovely إيه؟ جميل. نقطة رقم 14 the neighbors welcomed them رحبوا بيهم ازاي؟ proudly بكل فخر، coldly ببرود، warmly بحرارة، ولا far away بعيدا؟ يبقى warmly بحرارة. نقطة رقم 15 they listen carefully استمعوا بعناية to the school not about the event يبقى استمعوا لإيه؟ the school difference اختلاف المدرسة، announcement الإعلان، ولا purpose غرض أو هدف، confidence ثقة، استمعوا للannouncement الإعلان. نقطة رقم 16 we should not the help we receive from others اللي بنتلقاه من الآخرين. نعمل إيه المساعدة اللي بنتلقاها من الآخرين؟ ignore نتجاهلها، reduce نقلل منها، appreciate نقدر، prove يثبت أو يبرهن، يبقى appreciate يقدر. نقطة رقم 17 the children enjoyed playing استمتعوا بلعب together مع بعضهم الإيه؟ البعض بيستمتعوا بلعب إيه؟ البورد جيمز اللي هي الألعاب اللوحية. cage بمعنى قفص، flyer اللي هي نشر إعلانية، baskets اللي هي السلال. النقطة رقم 18 the elderly كبار السن need love and بيحتاجوا الحب والإيه؟ والرعاية. تبقى باسكت سلة، reward مكافأة، difference اختلاف، care رعاية. رقم 19 this is the not day for the visit ده اليوم الإيه؟ المختار. يبقى this is the chosen إيه؟ chosen day. كلمة النقطة رقم 20 بيقول لي my not helped me study the exam ساعدني إن أنا إيه؟ أدرس فين؟ في الامتحان. يبقى نقول classmate زميلي في الفصل، volunteer متطوع، money المال، interview مقابلة، يبقى classmate زميل الإيه؟ الدراسة. رقم 21 she watched not on TV شاهدت إيه على التلفاز؟ فنقول إيه؟ يبقى community مجتمع، interview مقابلة إيه؟ شخصية، أو مقابلة لوظيفة، visit زيارة، discussion مناقشة. watched إيه؟ an interview حطت تحط قبل الصوت اللي هي المتحرك هنقول interview. نقطة رقم 22 please not on the door على الباب before entering أعمل على الباب، أخبط على الباب، greet يحيي، knock يترك الباب، visit يزور، notice يلاحظ. نقطة رقم 23 he felt not after his family moved حس بإيه بعد ما عيلته انتقلت؟ حس rewarding إن هو مجزي، natural طبيعي، lonely حس بالإيه؟ إنه وحيد، proud فخور، حس إنه وحيد. نقطة 24 it's not to feel nervous تحس بالإيه؟ بالتوتر before an exam قبل الإيه؟ قبل الامتحان. يبقى ده شيء kind طيب، ولا chosen مختار، ولا lonely وحيد، ولا natural؟ ده شيء natural ده بمعنى شيء طبيعي إنك تحس تحس بالقلق قبل الامتحان. رقم 25 did you note the smile on her face الابتسامة على وجهها. بيسأله خدت بالك اللي هو يلاحظ. did you notice يلاحظ. explain يشرح أو يفسر. collect نجمع. prove يثبت أو يبرهن. رقم 26 air not is a series of problem air يبقى بنسميه ايه؟ تلوث الايه؟ تلوث هواء، يبقى air pollution. community مجتمع. confidence بمعنى الايه؟ الثقة. purpose غرض. نقطة رقم 27 بيقول لي he spoke about his achievement نتكلم عن ايه؟ عن انجازاته. بيتكلم ازاي؟ proudly ايوه بفخر، hardly بالكاد، lonely بمفرده، kindly ايه؟ بلطف او بعطف وطيبة. نقطة رقم 28 the stories that small actions matter يقول لك ان القصص بتعمل ايه؟ بتثبت ان الايه؟ ان الاحداث الصغيره او الافعال الصغيره ممكن ان ايه؟ تحدث، او الافعال الصغيره ايه؟ مهمه. يبقى يثبت. بروف. كلمه collect بمعنى يجمع. realize يدرك. notice يلاحظ. نقطه رقم 29 we should not pollution to protect the environment عشان نحمي الايه؟ نحمي البيئه. نعمل ايه في البيئه؟ في التلوث. يبقى reduce يقلل التلوث. improve يثبت. collect يجمع. discuss يناقش. volunteering is a very not experience تجربة مالها. فنقول مجزية يعني ايه؟ rewarding disappointing محبط meaningless بلا ايه؟ بلا معنى. natural طبيعي. جميل. النقطة رقم 31
31 we saw a beautiful in the museum. شفنا ايه في المتحف؟ bench مقعد، shelter مأوى، statue تمثال، card شفنا statue تمثال. رقم 32 good not help teams succeed بيساعد الفرق انها تنجح. يبقى بنقول التيم وورك. يعني تيم وورك العمل الجماعي. kindness بمعنى العطف والطيبة، comfort بمعنى الراحة، interview اللي هي بمعنى ايه؟ مقابلة. بعد كده ندخل على السينونيم والانتونيم. نقطة 33 the synonym of the word appreciate مرادف كلمة appreciate يقدر. يبقى ايه؟ ignore يتجاهل متنفعش، neglect يهمل متنفعش، value يقدر. أنا عايز هنا المعنى أيوه appreciate يقدر value يقدر، refuse يرفض. عندي 34 which word is an antonym of warmly مضاد كلمة warmly بحرارة، kindly بعطف وطيبة ده مضادها يبقى غلط، friendly ودود غلط، politely بأدب يبقى coldly بكل برود. نقطة 35 the word not has the same meaning as attention زي ايه بمعنى انتباه يبقى 35 انتباه. يقول distraction تشتت لا مش نفس المعنى. focus تركيز ايوه نفس المعنى. carelessness اهمال ما تنفعش. neglect بنقول عليه بردك ايه اهمال او تجاهل. رقم 36 يقول لي the word not has an opposite meaning له معنى معاكس of rewarding بمعنى ايه لمجزي بحاجة مجزية. satisfying مرضية ما تنفعش. beneficial مفيدة الاتنين دول ما ينفعوش. disappointing محبطة أيوة عايز ضد كلمة حاجة مجزية بحاجة محبطة. valuable قيمة لأ. نقطة 37 which word is a synonym of flyer مرادف كلمة flyer اللي هي نشرة إعلانية بعمل بها إعلانات. baskets سلال. board games ألعاب لوحية. shelters مأوى اللي هي مكان أو أماكن للإيه عيشة يبقى leaflet منشورات. 38 the synonym of kind مرادف كلمة kind طيب أو ودود. friendly أيوة هي friendly ودود لأن كرول بمعنى قاسي unkind غير طيب harsh قاسي. 39 we add the suffix to form the noun like attention بنضيف ايه عشان نكون الاسم زي كلمة ايه attention يبقى أكيد منتهية بالاي او ان فاضيف لها اي او ان attention. رقم 40 we add the suffix to kind form the noun kindness يبقى أنا بضيف إيه عشان أحول كلمة kind الاسم يبقى NESS. we add the suffix to form the noun volunteer لازم بنضيف عشان إيه نجيب الاسم volunteering اللي هو الإيه التطوع يبقى أنا بضيف ING. النقطة اللي بعدها نقطة 42 to form the adjective meaningful عشان نكون الصفة meaningful we add the suffix to meaning بنضيف ايه لكلمة meaning نضيف لها full FUL ذو معنى. we add the suffix to form the adjective like rewarding مجزي يبقى هي reward يكافئ لما نضيف لها ing تيجي بمعنى مجزي. نقطة 44 شايفة الكولوكيشن المتلازمات اللفظية preposition حروف الجر expressions تعبيرات. 44 بيقول لي she felt very emotional حست شعور عاطفي after the surprise visit بعد الزيارة المفاجأة. she نقط ايه touched اتأثرت يبقى نقول ايه اتأثرت بعمق يبقى angrily بغضب متنفعش. sadly بحزن. rudely بوقاحة يبقى deeply بعمق. النقطة رقم 45 to not colorful flyers نشرات إعلانية ملونة is to produce bright attractive papers نعمل أوراق جذابة ولامعة. to share information لمشاركة المعلومات يبقى دي اسمها تبقى 45 يبقى to ايه يبقى يخلق أو ينشئ الشيء اسمها create. نوك بمعنى يترك. read يقرأ. organize ينظم. 46 when welcoming guests لما بنيجي نرحب بالضيوف you should greet them ارحب بيهم ازاي ارحب بيهم بدفء وحرارة يبقى warmly. coldly ببرود. rudely بوقاحة. hardly ايه بالكاد. رقم 47 to give focus and care to someone عشان أعطي تركيز ورعاية لشخص ما. in need is to not attention and care يبقى نسميه عطيله الاهتمام والرعاية يبقى ناخد give. discuss يناقش. reduce يقلل. spend بمعنى ينفق على. to have a large positive impact يكون في تأثير إيجابي ضخم on the situation على موقف ما is to not a big difference اختلاف كبير يحدث فارق. بناخد الفعل make. النقطة 49 you should think ينبغي أن تفكر before making a big decision قبل اتخاذ قرار. unkindly
بشكل غير طيب. carefully بحرص، أيوة carefully. proudly بفخر. naturally بشكل طبيعي. نقطة رقم 50 she was very happy كانت سعيدة the gift الهدية and she received اللي هي تلقتها. يبقى happy تاخد حرف الجر إيه؟ حرف الجر with. please knock يترك إيه؟ يترك على. يبقى بتاخد حرف الجر on. يبقى please knock on the door before entering إيه؟ خبط على الباب قبل ما تدخل. volunteers متطوعين help people who are الناس المحتاجة، فناخد حرف الجر in need. نقطة رقم 53 my sister not at the local hospital في المستشفى المحلية every weekend كل أجازة because she loves helping others بتحب تساعد الآخرين. يبقى بتعمل إيه؟ أنا عايز الفعل يبقى volunteers أختي مفرد فضيف للفعل إيه؟ ضيف للفعل اس. تتطوع. نقطة رقم 54 is a great way طريقة جيدة to gain new skills تكتسب مهارة جديدة and help your community at the same time تساعد مجتمعك بنفس الطريقة. يبقى ده اسمه التطوع، يقول عليه إيه؟ volunteering. جميل. voluntary ده اسمه العمل التطوعي، volunteer ده الفعل بمعنى يتطوع. volunteer ده متطوع. عندي doing نقط can be very rewarding انك تعمل عمل ايه بيبقى مجزي and looks great on your CV وبيبقى عامل ايه في السي في بتاعك. فانا عايز الصفة فنقول عمل تطوعي يبقى voluntary work. ممتاز. general exercise على lesson 1 وايه و2. lesson 1 و 2 اول سؤال معايا بيقول لي kindness العطف والطيبة makes people feel happy بتخلي الناس تشعر بالسعادة. which words أي من الكلمات التالية is a synonym of kindness بنضيفها لإيه العطف والطيبة. يقول لي cruel القسوة ما تنفعش. neglect إيه يهمل أو إهمال. harshness القسوة يبقى compassion بمعنى التعاطف. helping others مساعدة الآخرين is a meaningful experience تجربة ذات إيه معنى. which word is an antonym of meaningful أي من الكلمات التالية مضاد لكلمة ذو معنى. يبقى meaningful التضاد بتاعها meaning إيه meaningless. النقطة رقم 3 بيقول لي I volunteer to help poor people بتطوع عشان أساعد الناس الفقيرة. the word not is an antonym of volunteer مضاد كلمة إيه يتطوع. يبقى أنا هنا offer يعرض refuse يرفض contribute يساهم help يساعد. يبقى أنا عايز هنا كلمة refuse يرفض لأنه طالب مني الانتونيم اللي هو الإيه تضاد. النقطة رقم 4 we add the suffix to form the adverb like warmly بنضيف إيه عشان نحول adverb اللي هو الظرف أكيد طبعا بنضيف ال إيه بنضيف ال y. جميل. النقطة رقم 5 to help others feel better تساعد الآخرين يشعروا شعور أفضل and calm بالهدوء is to not comfort to others. فأنا الراحة للآخرين يجلب الراحة للآخرين يبقى bring صح play يلعب collect يجمع organize إيه ينظم. النقطة رقم 6 بيقول لي my mother likes to read stories تقرأ قصص me every night كل ليلة. يبقى my mother likes to read stories يبقى to me بتقرأ لمين ليا الشخص يبقى خدت حرف الجر ايه to. النقطة رقم 7 the neighbors الجيران were نقط by the visit بواسطة الزيارة يبقى تأثروا بالزيارة يبقى touched. lonely وحيد. rewarding مجزي. elderly كبار السن أو كبير في السن. النقطة رقم 8 helping the elderly مساعدة كبار السن is very ده بنسميه ايه ماله له معنى يبقى meaningful عكسها meaningless ما تنفعش. lonely وحيد excited متحمس. نقطة رقم 9 students الطلاب trash during the activity قمامة أثناء الإيه النشاط. يبقى eat ياكلوا لأ. collect يجمع قمامة. explain improve ما ينفعوش هنستخدم كلمة collect. volunteering build self نقط بيعمل إيه بالنفس. purpose غلط هدف. confidence ثقة بالنفس أيوة. cage قفص. money مال. النقطة اللي بعدها عندي بارك حديقة. عندي library أو library مكتبة. organize ينظم. smiles يبتسم. volunteers يتطوع. ولي last week الأسبوع اللي فات 3 young not shared their experiences يبقى 3 young مين يبقى عندي volunteers يبقى volunteers بمعنى إيه متطوعين يبقى volunteers volunteers. ماشي. منى 15 أو عندها 15 سنة help the local ساعدت مين المحليين يبقى نقول ايه the local نقط المقصود انها ساعدت في المكتبة ايه library اللي هي الايه المكتبة. النقطة اللي بعدها يقول لي I not books كتب and read stories وقرأت قصص to children للأطفال.
يبقى أنا بنظم الإيه I organized a box، يبقى ينظم or إيه organize. ماشي it makes me happy، خلاني سعيد when they listen big، يبقى big إيه big smiles، وابتسامة على وجههم SMILES. جميل. benches مقاعد beautiful جميل enjoy يستمتع throw يرمي collect يجمع. عمر 16، عمر عنده 16 سنة spend this weekend بيقضي الأجازات cleaning the park في تنظيف الإيه تنظيف الحديقة. ونقط trash بنعمل إيه في الكمامة؟ يبقى أنا عندي يجمع الكمامة بنقول إيه collect COLLECT. جميل collect يجمع الكمامة. plant flowers يزرع الورود and paint ويدهن أو يلون اللي هي المقاعد، يبقى إيه benches. the park looks نقط تبدو جميلة beautiful. ماشي and families نقط it إيه it more العائلات بتستمتع بيها، يبقى enjoy. هنشرح مع بعض اللي هي القاعدة بتاعت يونت 10 تتكلم عن الايه الفيوتشر سيمبل، زمن ايه بنقول عليه المستقبل الايه البسيط، زمن المستقبل الايه البسيط. جميل. المستقبل البسيط ده بيكون من ايه؟ بيكون من اول حاجة معايا اللي هو will، والفعل فين؟ في المصدر الانفينيتيف بمعنى ايه؟ بمعنى سوف. جميل. وده اثبات. لو انا حبيت انفيه بيبقى عبارة عن يا want ايه وراها الفعل في المصدر، يا ايه يا will not وراها الفعل في المصدر الانفينيتيف، وده عبارة عن الايه عن النفي. لو حبيت اسأل سؤال بمعنى هل بنسأل بايه will وبعد منها فاعل، وبعد الفاعل فعل فين في المصدر، بعد كده المفعول. ده سؤال بمعنى ايه سؤال بمعنى هل. حبيت اسأل سؤال بأداة استفهام ببدأ بال WH اللي هي أداة الاستفهام، بعد كده will، وبعد will فاعل، بعد الفاعل فعل فين في المصدر. ده سؤال بأداة ايه استفهام. ممتاز. كل دي اساسيات اللي هو اثبات، النفي، سؤال بمعنى هل، سؤال بأداة ايه استفهام. الزمن ده انا بستخدمه ليه؟ اول نقطة رقم 1 بنقول عليها ايه بقى؟ بنقول التنبؤ بدون دليل. بتنبأ بالحاجة بدون ايه؟ بدون دليل. يعني لما اديك مثال اقول لك ايه I'm clever، انا شخص ذكي. I will come first، اطلع الاول. استخدمت will والفعل فين؟ will والفعل في المصدر. فبنقول في النقطة دي ان الصفات الشخصية ليست دليل. الصفة الشخصية ان انا ذكي فاستخدم will والمصدر، ايوه لان ده تنبؤ بدون دليل، فان انا اكون ذكي ده مش صفة ايه تديني دليل عشان ما استخدمش will والمصدر. يبقى will والمصدر هنا تنبؤ بدون دليل فاستخدم will والمصدر، والصفات الشخصية لا تعتبر دليل. النقطة رقم 2 بنتكلم نقول عندي حاجة اسمها الحقائق العمرية. الحقائق العمرية دي انا اقدر ازود في عمري؟ لا. اقدر اقلل من عمري؟ لا. يبقى استخدم will والفعل فين في المصدر، زي ما اديك مثال اقوم قايل ايه I will be مثلا نقول 13 next months، هيبقى عندي 16 سنة الشهر الايه 13 سنة الشهر الجاي، فاستخدمت will والفعل فين في المصدر. فبنقول الحقائق الايه العمرية استخدم معاه will والفعل في المصدر. النقطة رقم 3 عندنا حاجة اسمها اتخاذ قرار سريع. انا اتخذ قرار سريع زي ما اقول the door bell is ringing، جرس الباب بيرن. I will answer it، هجاوب ارد عليه. استخدمت will والفعل فين في المصدر، ما فكرتش جرس الباب بيرن فرحت فتحت على طول، يبقى استخدمت ايه will والفعل في المصدر. النقطة رقم 4 والنقطة رقم 5
عندي ايه العرض والايه والطلب. العرض بعرض عليك لما اقول لك ايه will I bring you a cup of tea، اجيب لك كوبايه شاي. الطلب بطلب منك اقول لك will you bring me a cup of tea، ممكن تجيب لي كوبايه شاي. ده اسمه العرض والايه والطلب. ده will والفعل في المصدر، ده will والفعل فين في المصدر. يبقى العرض والايه والطلب. يبقى التنبؤ بدون دليل، الحقائق العمريه، اتخاذ قرار سريع، العرض والايه والطلب. النقطه اللي بعد كده النقطه رقم 6 عندي الايه الوعد. فاستخدم حالة if الأولى، فأقول لك if you pass your exams، لو اجتزت امتحاناتك I will buy you a present، هشتري لك هدية. أنا عندي if، هذا فعل الشرط مضارع، الناحية التانية will والفعل فين؟ في المصدر، فاستخدمنا في الوعد ايه will والفعل في المصدر. النقطة رقم 7 نقول ايه التهديد. استخدم بردك حالة if، اما اقول لك if you do ايه that again، لو عملت كده تاني I will punish you، هعاقبك. يبقى ده عندي if وده دون مضارع، الناحية التانية will والفعل فين؟ في المصدر. يبقى أنا عندي 7 نقط. أول نقطة معايا تنبؤ بدون دليل، الحقائق العمرية، اتخاذ قرار سريع، العرض والطلب، والوعد والإيه والتهديد. نكمل مع بعض. يبقى دول أول 7 نقط. ماشي. عندي كلمات لما أشوفها استخدم will والفعل فين؟ في المصدر. زي أقول كلمة إيه؟ I'm sure، أنا متأكد. وعندي كلمة أنا خائف أو أشعر بالأسف، I'm afraid. وعندي كلمة I'm sorry، أنا آسف. كل دول لما أشوفهم نستخدم will والفعل فين؟ في المصدر. عندي كلمات بتعبر عن احتمالية زي كلمة probably وكلمة possibly وكلمة likely وبري perhaps، كلهم بمعنى من الإيه؟ المحتمل. اما perhaps بمعنى ربما. وكلمات بتعبر عن تأكيد زي definitely و certainly، كلمة ايه surely. كل دول لما اشوفهم بنستخدم will والفعل فين؟ في المصدر. ممتاز. النقطة اللي بعدها عندي 7 أفعال لو شفتهم في الجملة نستخدم will والفعل في المصدر، اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي think وايه؟ وbelieve وhope expect suppose promise predict. دي think بمعنى يعتقد، believe بمعنى يؤمن، hope بمعنى يأمل، expect يتوقع، كلمة suppose يفترض، promise يوعد، كلمة predict يتنبأ. جميل. يبقى أنا عندي أول حاجة معايا قلناها التنبؤ بدون دليل، الحقيقة العمرية، اتخاذ قرار سريع، العرض والطلب، والوعد والتهديد. أما أشوف في الجملة I'm sure و I'm afraid و I'm sorry نستخدم will والمصدر. probably possibly likely perhaps will والمصدر. definitely certainly surely will والمصدر. think believe hope expect suppose promise predict will والفعل فين؟ في المصدر. الملحوظة بتقول لي لو في أي فعل من الإيه من ال7 أفعال دول زي يقول لك إيه he promises هو بيوعد، he يبقى بعدها في فاعل، بعد الفعل نستخدم will والفعل فين؟ will والفعل في المصدر. فلما أقول he promises وما فيش فاعل اللي هو he ده مش موجودة، فقال لك نستخدم بعد منها to والفعل فين؟ to والفعل فين؟
في المصدر. نبدأ نطبق على الجرامر بتاع المستقبل البسيط. أول سؤال معايا بيقول لي did they complete the project last week؟ هم خلصوا المشروع الأسبوع اللي فات. فده سؤال بمعنى هل، عايز يكون سؤال ولكن هو ماضي بسيط، يبقى أنا أحوله مستقبل بسيط، يبقى استخدم will بالفعل فين؟ في المصدر. يبقى will وزي إيه؟ زي ما هي، وكمبليت زي إيه؟ زي ما هي will والفعل في المصدر. will زي complete the project، وبدل ما هي last week هتبقى next ايه؟ next week. حط علامة الاستفهام هنا، عايز استخدم will. I promise to play ايه؟ to help you. يبقى I لسه قايلينها حالا promise، نحط الفاعل I promise I will help you. انا وعدت ان انا هساعدك. رقم 3 زي will fly to Paris next month، يبقى هيطيروا لباريس، يبقى هنا عايز فيها، يبقى they want راء الفعل في المصدر fly to Paris next month. نقطة رقم 4 he offers to help me، يبقى بيعرض عليا، يبقى he will help me، هيساعدني. please open the window، افتح النافذة، يبقى أنا بطلب منه، يبقى will you open the window، ونحط علامة استفهام عشان ده طلب. رقم 6 they are visiting the museum next week، يبقى they will وراء الفعل في المصدر visit the museum next week، هيزوروا المتحف الأسبوع الجاي. النقطة اللي بعدها it's hot today، الجو حر النهاردة، يبقى عايز tomorrow، يبقى it نستخدم will والمصدر. will verb to be نرجعها لمصدرها تبقى be، it will be hot، بدل ما هي today يبقى tomorrow. النقطة رقم 8 I think it's possible to rain later، هستخدم will، يبقى I think أعتقد it will rain later، أعتقد إن هي تمطر بعدين. النقطة رقم 9 perhaps we meet our friends after school، في perhaps يبقى استخدم will والفعل في المصدر، يبقى we will meet our friends after school، بعد المدرسة. النقطة رقم 10 I expect my brother to help me with my homework، يبقى my brother أخويا my brother will help me with my homework، هيساعدني في الواجب في الواجب بتاعه. النقطة اللي بعدها I promise to call you in the evening، وعدت ان انا اكلمك في المساء، يبقى I will call you in the evening، اكلمك في المساء. نقطة 12 I don't think علي arrives late again، عايز يستخدم want، يبقى علي want فعل في المصدر اللي هو arrive want arrive late again، مش هيوصل متأخر تاني. نقطة رقم 13 they have just made a quick decision، تاخذوا قرار سريع to visit Alexandria، يبقى they will visit Alexandria، هيزوروا يزوروا اسكندريه. ومعانا الدرس الثالث والخامس والسادس. الدرس الثالث بيتكلم عن helping ideas، الافكار المساعده. يقول لك let's talk، هيا نتحدث. volunteering work، العمل التطوعي. to help the community، عشان نساعد المجتمع. اول نقطه معايا عندي كلمه جمعيه خيريه، بنسميها charity، جمعيه خيريه charity. عندي الجهد او المحاوله، ان انا ابذل جهد، كلمه effort، ودايما تاخد قبلها الفعل الفعل make، فنقول make effort بمعنى يبذل يبذل جهد، make effort. ممتاز. عندي كلمة دونيت، يتبرع. تبرعات اسمها دوني، ده الفعل وده الاسم. دونيت يتبرع، تبرعات دونيشن. في كلمة تانية بمعنى تبرع كان اسمها give
give away بمعنى يتبرع. happy سعيد، عايز اقولها الاسم تبقى happiness السعادة. عندي huge ضخم away أو هايل بمفرده alone، ودي صفة وظرف في نفس الوقت. ده بكلمة lonely دي كده بمعنى ايه؟ دي بايه؟ بمفرده، او إيه؟ كلمة alone وحيد او بمفرده، يبقى lonely يشعر بالايه؟ بالوحدة. عندي patience الصبر، قوي powerful. عندي responsibility الشخص المسؤول نقول عليه responsible مسؤول، responsibility الايه؟ المسؤولية. كلمة patient بمعنى ايه؟ صبور، مسؤول responsible دي الصفة منها. نخش على التعريفات. كلمة huge ضخم، يعني ايه ضخم؟ very big كبير. effort جهد، trying hard تحاول بجد to do something اللي هي لفعل شيء ما. البيشنس يعني يا عم الصبر، the ability to wait calmly القدرة على الانتظار بهدوء، يبقى دي بنسميها الايه؟ الصبر. يقول لك alone بمفرده وزود ايه؟ others people بدون اي اشخاص اخرين. by myself بنفسي وزود any help بدون مساعدة اي حد alone. كلمة powerful قوي او ذو نفوذ، having control لديه السيطرة over people على الناس and events والايه؟ والاحداث. جميل. عندي يتصرف او يعمل act حقيبة اسمها bag. كلمة everyday، عندي everyday متصلة تبقى عبارة عن صفة بمعنى يومي تساوي كلمة daily. everyday منفصلة تبقى عبارة عن ايه؟ ظرف. لو هي متصلة تبقى صفة، الصفة تأتي قبل اسمه بعد verb to be. لو هي منفصلة تبقى ظرف، والظرف يأتي في نهاية الايه؟ الجملة. عندي everyday. عندي رائع او مذهل fantastic. كلمة hope بمعنى يأمل، ومن الافعال اللي بيجي وراها to الفعل فين؟ في المصدر. person شخص. عندي proud فخور، تاخد حرفين اتنين جر، تاخد حرف جر of، تاخد حرف جر ايه؟ to. عندي نشاط activity، فرصة عشوائية chance، يشرح او يفسر explain. حر او مجاني free. استماع اسمه listening، استمع listen، الاستماع listening. مشروع اسمه project. السؤال question. على الأقل at least صعب difficult. حقيقة أو واقع fact. قلب اسمه heart. حديقة park. يحمي protect. يتذكر من تلقاء نفسه remember ده بيذكر، بنقول عليها ايه؟ remind بمعنى ايه؟ يذكر حد تاني اللي بيذكر. نكمل. عندي بسيط simple يعامل أو يعالج. كلمة treat يعالج. ممتاز. usefully بشكل مفيد. daily يومي، لسه قايل انها بتساوي كلمة everyday. كلمة environment البيئة. help يساعد، helping المساعدة. matter بمعنى يهم أو أمر أو يكون مهم. إنك فعل. plus بمعنى زائد. في كلمة تانية بنقول عليها extra بمعنى بالإضافة إلى أو إضافي. real حقيقي. valued مقدر أو ذو قيمة. voluntary بنقول عليها دي صفة بمعنى إيه؟ تطوعي، زي كلمة voluntary work العمل التطوعي. يلا الأفعال. feel felt hear heard known read تصريف أول زي التاني زي التالت. read understood. عندي كلمة alone بمفرده هي نفس كلمة lonely وسنجل بمفرده. together مع بعضهم البعض. كلمة donate يتبرع. contribute يعني يساهم. give يعطي. grant ده فعل معنى يمنح. عندي take يأخذ. keep يحفظ أو يحتفظ. effort الجهد. attempt ده بنسميه الجهد أو المحاولة. جميل. عندي laziness الكسل. idleness الكسل أو التهاون. neglect الإهمال. عندي happiness السعادة. joy اسمها المرح. جميل. عندي pleasure السعادة أو السرور. sadness الحزن. misery البؤس. unhappiness التعاسة أو عدم السعادة. huge ضخم. enormous ضخم. massive هائل أو ضخم. تيني ضئيل. small صغير. minor بمعنى فرعي أو ثانوي. كلمة patience صبر. tolerance بنسميها التسامح. عندي impatient نفاذ الصبر. powerful قوي أو مؤثر. strong قوي. influential دي صفة بمعنى مؤثر. عندي weak ضعيف. powerless عاجز. responsibility مسؤولية. duty بنقول عليها الواجب. obligation بنسميه الإلزام.
عندي irresponsibility عدم المسؤولية، carelessness الإهمال، valued مقدر، appreciated مقدر، respected محترم، worthless بلا قيمة، unimportant غير هام. ممتاز. عندي بعد كده البريفكس والسفكس. عندي كلمة patient صفة بمعنى صبور، patience الاسم الصبر، responsible مسؤول، responsibility المسؤولية، happy سعيد، happiness السعادة، power قوة أو السلطة، powerful قوي. جميل. نيجي للحروف الجر والمتلازمات اللفظية والتعبيرات. A smile is free ابتسامة مجانية. Ask a question يسأل أسئلة. Come from the heart نابع من الايه؟ من القلب. Explain the lesson يشرح الدرس. Find it difficult to ويجي وراها الفعل فين؟ الفعل في المصدر. In fact ويجي وراها جملة تامة. In fact small acts matter الأفعال الصغيرة مهمة. That is a great point نقطة رائعة. Hear their problems hear their problem يسمع مشاكلهم. Act of kindness are power اللي هي بنقول أفعال الخير are powerful قوية. Protect the environment يحمي الإيه؟ البيئة. Give us a chance يدينا فرصة. Bring hope to يجلب الأمل لي. Do volunteer work يقوم بعمل تطوعي. تاخد الفعل do. feel valued يحس إنه مقدر. give food to people يعطي الطعام للناس. make flyer يصنع منشورات. عندي smile at someone يبتسم شخص ما. think of يفكر فيه. part of everyday life جزء من الحياة اليومية. do an act of kindness معنى ايه؟ يقوم بعمل خير. start with simple action يبدأ بأفعال ايه؟ بسيطة. عندي كلمة alone بمفرده. ماشي. يقول لك he finished the project alone ده هنا عبارة عن ايه؟ عن ظرف ما دام جاي في نهاية الايه؟ الجملة جاية بعد المفعول. جميل. يقول لك عند استخدامها كصفة لا يأتي بعدها اسم. يقول لك she is a lone girl دي كده غلط ما ينفعش احط بعدها كلمة girl هي صفة بتيجي بعد verb to be بس ما يجيش بعدها من الصفات اللي ما بيجيش بعدها ايه؟ اسم. she is ايه؟ she is alone. طب كلمة lonely عادي الصفة تأتي قبل اسم وبعد verb to be. I feel lonely feel ده فعل من أفعال الشعور والحواس فيجي بعد منه صفة عادي جدا. لسه كنا بنقول دلوقتي ان الفعل spend يجي وراها فترة زمنية اللي هو وقت وبعد كده فعل مضاف له اي ان جي. ولسه كنا قايلين ان الفعل تيك ياخذ يجي وراها فترة زمنية وبعد كده تو الفعل فين؟ في المصدر. يجي للنص. عندي helping others مساعدة الآخرين. يقول لي helping others it doesn't always mean ليست بالضرورة أن تعني doing something huge إنك تعمل شيء ضخم or giving a lot of money أو إنك تدي فلوس كتير. In fact في الواقع helping can be very simple المساعدة ممكن تبقى بسيطة and part of everyday life وتبقى جزء من الحياة اليومية للحياة. يقول لك a small action الأفعال البسيطة if it comes from the heart لو نابعة من القلب can bring happiness تجلب السعادة and hope to others والأمل للآخرين. Other person. يقول لك for example على سبيل المثال you can smile at someone تبتسم لشخص ما. حلو. who looks sad يبدو حزين. A smile is free ابتسامة مجانية but it changes someone all day تغير طول اليوم بتاعه اليوم كامل. You can also carry shopping bags تشيل حقائب التسوق for an older person لشخص أكبر في السن who find it difficult to walk شايف إن من الصعوبة عنده صعوبة في المشي. that small effort to show respect and care الفعل الصغير ده هو بقى بيبين الاحترام والاهتمام. ممتاز. بيقول لك another easy way طريقة تانية أسهل to help إنك تساعد is by explaining lessons إنك تشرح الدرس to a classmate لأحد الزملاء who doesn't understand it اللي مش فاهمينه. Your time and patience وقتك وصبرك can make learning easier يخلي التعلم أسهل for them. Helping can also mean listening المساعدة ممكن أيضا يبقى معناها الاستماع. Sometimes a friend just needs someone يقول لك أحيانا الصديق هو مجرد واحد need someone محتاج شخص to hear their problem يسمع مشاكل. يقول لك by giving attention من خلال إعطائهم انتباه you show that they are not alone تعرفهم ان هم مش لوحدهم. when many people do small things لما ناس عديدة بتفعل اشياء بسيطة like this زي كده the world slowly becomes a better and kinder place العالم بيبقى مكان اطيب وافضل. big projects المشاريع الضخمة are important ومهمة but daily acts of kindness افعال الخير
الطيبة اليومية are powerful أكثر قوة أيضا. everyone كل شخص even children حتى الأطفال can help يقدروا يساعدوا. you don't need to wait until you are older مش مستني إنك تستنى لحد ما تكبر or be richer أو إنك تبقى أغنى. start with simple action ابدأ بأفعال بسيطة النهاردة and you will make a real difference وهتعمل فارق أكبر. بعد كده في الدايلوج بيتكلم عن يقول لي why do you think لماذا تعتقد it's important to help others ليه مهم نساعد الآخرين. فالمدرس وماهر بيتكلم هو الطلبة ومريم وعمر وليلى فبيقول لي good morning صباح الخير everyone can I ask you two questions to start ممكن أسألكم سؤالين اتنين عشان نبدأ. good morning صباح الخير قال لهم first why do you think it's important to help others ليه مهم نساعد غيرنا. ماهر قال I think it makes people happy ده بيخلي الناس سعداء shows we care وبيبين لنا ان احنا مهتمين بيهم. المدرس قال له that is good point دي نقطة كويسة جميل that's great point. second question السؤال التاني how can we help others ازاي نساعد الآخرين. قال we can help by giving food نديهم طعام to people للناس who are hungry الناس الجعان ده اقتراح كمان. عمر قال له I like helping أحب أساعد by explaining lesson يبقى إعطاء الطعام للناس و explaining lesson شرح الدروس for younger students الطلاب الأصغر في المدرسة. ليلى قالت I sometimes help by cleaning up my neighborhood or school أساعد في تنظيف الحي والمدرسة. المدرس قال له those are all excellent ideas كلها أفكار رائعة. can anyone think of something else ممكن حد يفكر في حاجة تانية. مريم قالت we can help by planting trees نزرع أشجار to protect the environment عشان نحمي البيئة. قال له or by helping our parents من خلال مساعدة والدينا at home في البيت like cooking and cleaning زي الطبخ والتنظيف. مدرس قال فانتاستيك رائع I'm really proud of all your ideas أنا فخور بكل أفكارك. remember helping doesn't have to be big المساعدة مش لازم تبقى ضخمة even small acts حتى أفعال بسيطة مهمة. ليلى قالت yes I will try to do at least one kind thing every day هحاول على الأقل كل يوم أعمل عمل خير. الثالث والرابع الوحدة العشرة الدرس الأخراني الرابع والخامس. الوحدة العشرة أول سؤال معايا بيقول لي means very big حاجة دي ضخمة جدا يبقى ضخم بنقول عليه huge عارفين patient بمعنى صبور وبمعنى مريض effort جهد alone بمفرده. رقم 2 بيقول لي means trying hard انك تحاول بجد to do something لفعل شيء ما معناها انك تبذل الجهد بنسميه effort. عندنا كلمة laziness الكسل patience الصبر charity اللي هي الجمعية خيرية. means the ability to wait calmly القدرة على الانتظار بهدوء يبقى بنسميه patience الصبر. النقطة رقم 4 means without other people بدون الآخرين يبقى بمفردك يبقى alone يبقى strong قوي أو ضخم huge ضخم effort جهد ما تنفعش. النقطة رقم 5 means having control عندك السيطرة over people or events على الناس أو الأحداث يبقى دي بنسميها يبقى أنا عندي responsible مسؤول patient صبور powerful قوة أو سلطة huge احنا بقى powerful بمعنى قوة أو سلطة. النقطة اللي بعدها رقم 6 بيقول لي he finished the difficult project خلص المشروع الصعب ازاي nobody helped him يبقى خلصه ازاي يبقى alone بمفرده لأن كلمة daily بمعنى يومي usefully بشكل مفيد least على الأقل بتاخد دايما قبلها حرف الجر at. النقطة رقم 7 بيقول لي we saw النقط whale شوفنا حوت during our trip أثناء الرحلة to the ocean للمحيط يبقى شوفنا huge بمعنى ضخم. يقول لك my sister works for نقط that helps protect the environment تساعد في حماية البيئة يبقى work for a charity جمعية خيرية. نقطة رقم 9 teaching young children requires a lot بيتطلب يبقى بيتطلب patience بيتطلب الصبر. جميل نكمل. السؤال رقم 10 it's good to not money to the local children الأطفال children's hospital مستشفيات الأطفال المحلية هعمل بالمال يبقى تبرع يبقى donate. a good teacher المدرس الجيد should be نقط with students مع الطلاب who find the lesson difficult اللي بيلاقوا الدرس صعب بيبقى
أكون غير صبور، لا ما تنفعش. يبقى patient you should be patient، تبقى صبور. rude وقح. powerful قوي. النقطة رقم 12 يقول لي the hospital received تلقت a large نقط from wealthy person من شخص ثري، يبقى أكيد donation تبرع. happiness يعني سعادة. project المشروع. fact حقيقة. سؤال رقم 13 small acts of kindness أعمال الخير البسيطة is very not and can change your life، تبقى مالها؟ يبقى is very powerful مؤثرة وقوية، لأن difficult بمعنى صعب، simple بسيط، daily يومي. نقطة رقم 14 passing the final exam إنك تجتاز الامتحان النهائي requires a lot of hard نقط بيتطلب منك جهد عظيم، يبقى جهد effort. chance فرصة. charity جمعية خيرية. activity نشاط. it's our not to protect the environment إن احنا نحمي البيئة for the future. it's our responsibility مسؤوليتنا. donation تبرع. acquisition سؤال. heart قلب. النقطة رقم 16 I saw the نقط in his eyes شفت ايه في عينه when he received the gift لما تلقى الايه الهدية. شفت الهابينس، شفت السعادة. charity جمعية خيرية. fact حقيقة. activity نشاط. نقطة رقم 17 parents الآباء are not for their children's safety أمان أطفالهم and health وصحتهم، يبقى are responsible بمعنى مسؤول. difficult صعب. powerful قوي. patient صبور. volunteer work gives us بيدينا to meet new people gives us chance بيدينا فرصة، لأن fact بمعنى حقيقة. patience الصبر. responsibility مسؤولية. نقطة رقم 19 playing sports لعب الرياضة is a healthy نقط صحي that we should do daily نعمله بشكل يومي، يبقى is a healthy اللعب الرياضة يبقى ده نشاط صحي، يبقى activity. charity عمل خيري. responsibility مسؤولية. patience الصبر. رقم 20 the children likes to play and run in the public bag حقيبة. heart قلب. park الحديقة العامة. صح. من donation بمعنى التبرع. the elderly find كبار السن بيجدوا ان to walk long distance يمشوا مسافات طويلة without help بدون مساعدة، بيجدوا من الصعب. difficult your ideas really not to us in the project في المشروع. your ideas really يهم يعني كلمة مطر بمعنى مادة وبمعنى أمر أو شأن. traits يعامل أو يعالج. remember يتذكر. act بمعنى يتصرف. نقطة 23 we should all work together نعمل مع بعضنا البعض to not the environment، يبقى to protect the environment يحمي البيئة. donate بمعنى يتبرع. feel يشعر. explain يشرح أو يفسر. رقم 24 the teacher asked a difficult note about the lesson سأل سؤال صعب عن الدرس، يبقى difficult question. كلمة donation تبرع. effort جهد. happiness السعادة. 25 we must keep the نقط clean نحافظ عليه نظيف by not throwing rubbish إن احنا ما نرميش كمامة. we must keep the environment البيئة. activity نشاط. responsibility مسؤولية. bag حقيبة. you should feel نقط of voluntary work you did، يبقى تحس بالإيه، يبقى you should feel proud of the voluntary work you did تحس بالفخر. ashamed يشعر بالخزي والعار. خزيان. patient صبور. alone بمفرده. your small actions can make a not difference تحدث فارق، يبقى can make a difference in someone's life. free ما تنفعش. real صح. fake مزيف. untrue غير حقيقي. we should not everyone with kindness عطف الطيبة and respect، يبقى we should not everyone we should treat everyone نعامل كل شخص. it's not idea to plant trees تزرع أشجار in our school، يبقى it's fantastic، يبقى فكرة رائعة. كلمة bad سيء. ugly قبيح. strange غريب. النقطة اللي بعدها رقم 30. النقطة رقم 30 يقول لي small act of kindness فعل من أفعال الخير can bring someone who is sad، يبقى can bring hope يجلب الأمل. responsibility مسؤولية. activity نشاط. donation تبرع. she spent her time بتقضي وقتها by learning a new language تعلم لغة جديدة، بتقضي وقتها في وقت مفيد. really حقا. rudely بوقاحة. usefully بشكل مفيد. unkindly بشكل غير طيب. نقطة 32 my brother does not work بيقوم بعمل، يبقى work ده اسم، يبقى أنا عايز الصفة، بيقوم بعمل at local hospital. he helps the patient يبقى يقوم بعمل تطوعي. voluntary work. كلمة difficult صعب. simple بسيط.
worthless غير جدير أو لا يستحق. النقطة 33 most voluntary work معظم العمل التطوعي is not and doesn't pay money ما بيدفعش فلوس. هو most voluntary work is is free مجاني. نقطة 34 helping others makes them feel بيخليهم يحسوا and important وبالأهمية، يبقى بيحس إن هم valued مقدرين. يبقى difficult صعب، simple بسيط، huge ضخم. 35 it's hard to not all names كل الأسماء of all new students كل الطلاب، صعب إنك تتذكر remember. feel يشعر، explain يشرح أو يفسر، treat يعامل أو يعالج. 36 it's hard to not all names كل الأسماء of new students، نفس السؤال متكرر تاني، يبقى نقول remember. 37 they live in a huge house بيعيشوا ببيت ضخم. the synonym of huge عايز مرادف كلمة ضخم، يبقى massive ضخم أو هائل. teeny ضئيل. small صغير. minor فرعي أو ثانوي. 38 waiting without patience تنتظر بدون صبر can lead to frustration يؤدي للإحباط. the antonym of patience مضاد كلمة الصبر، يبقى impatient بضيف لها im. endurance بمعنى التحمل. tolerance التسامح. value القيمة. he prefers to be together فضل ان هم يبقوا مع بعض with friends أصدقاء. the antonym of alone مضاد كلمة بمفرده is، يبقى بمفرده يبقى عايز التضاد، يبقى lonely ما تنفعش. single بمفرده ما تنفعش، يبقى انا عايز مضاد alone نقول together. هو هنا عايز التضاد يبقى مع بعضهم together. جميل. عندي نقطة رقم 40 the leader accompanied مصحوب، يقول لي the leader is very powerful. the synonym of powerful يبقى عايز مرادف كلمة قوي، يبقى influential مؤثر. weak ضعيف. powerless بلا طاقة. ineffective غير فعال، يبقى influential. دي completing the project إكمال المشروع requires a lot of effort بيتطلب الكثير من الجهد. the synonym of effort مرادف كلمة الجهد، يبقى work العمل. laziness الكسل. neglect الإهمال. idleness الكسل. to form the noun from the word patient إذا حولها الاسم يبقى patience الصبر، دول ما ينفعوش. to form the noun from the word happy إذا كان الاسم من كلمة happy سعيد يبقى الاسم منها السعادة happiness. to form the adjective from the word power يبقى أنا عايز أجيب منها الصفة adjective يبقى أضيف لها powerful. يبقى 45 a smile is not doesn't cost money. smile is الابتسامة is free لا تكلف أي مال. costly مكلف expensive غالي. paid الماضي من pay يدفع مدفوع. النقطة 46 volunteering can give us a chance فرصة، يبقى to help to help others. 47 acts of kindness are أفعال الطيبة. weak ضعيفة. powerful قوية ومؤثرة. small ضعيفة. small صغيرة. slow بطيئة، يبقى powerful. معايا الديالوج. يوسف asks حازم بيسأل حازم about his family عن عيلته. هاي حازم ازيك يا حازم. can I ask you about your family ممكن أسألك عن عيلتك، يبقى أقول له yes of يبقى بالطبع يبقى yes of yes of course COURSE. جميل. yes of course. ايش السؤال اللي بعده what's your father's job ايه هي وظيفة والدك. he is not he works in hospital ما دام بيشتغل في المستشفى يبقى شغال يبقى اكيد دكتور، شغال دكتور. النقطة اللي بعدها what's about your نقط قال له my mother تحت يبقى كان بيسأل عن مين، عن عن امك يبقى mother MOTHER. قال له do you have any نقط قال له yes I have one brothers يبقى بسأله انت عندك اي اخوات، قال له his name is أحمد يبقى brothers ونجمعها نضيف لها نضيف لها اس. يقرأ يتكلم helping in your local community مساعدة في مجتمعاتك المجتمع المحلي. جميل.